اهلا بك يا عزيزي الكاج. باذن الله السهره النهارده جباره. جهز بقى فشارك يا اداره، لان اخيرا وبعد فتره طويله وصلنا لميجا فورس الحلقات الاخيره. جهز لنفسك بقى لان السهره كبيره. لا بجد دمار اخينا، حاجه مش طبيعيه، احداث فولاذيه، اكشن واثاره ومغامره وانفجارات راحه جايه. صح لي كويس وجهز قعده التسليه، لان الفيديو النهارده حاجه عالميه. ودلوقتي جهز ثبات فشارك واستعد للقصه. وبتبدأ الحلقة ال15 من المسلسل بعد الأحداث الأخيرة. المعلم ده بيظهر وبيقول الله يرحمه أخويا، هو مات ولكن أنا لسه موجود ومستعد أنفذ خطتي الرئيسية. بيرشق البتاع اللي مش هقول اسمه ده في الأرض وبيكون فرحان جدا باللي عمله. في الوقت ده أوريون بيكون لسه مخلص شغل، وفجأة الوحش ده بيظهر له، بيخطفه وبيوديه على السفينة بتاعته عشان يستنزف كل قوته، وشكله كده هيخربها. وتاني يوم وهو باص المدرسة في الطريق بيقف فجأة وكل الناس بتنصدم. تروي بينزل من الأتوبيس وبيشوف البتاعة دي بينصدم، وأصحابه كمان لما بيشوفوها بينصدموا. ولكن مش دي الصدمة إن كل مفتاح الحراس بيحصل لها حاجات غريبه. جوسي بيكلم الحراس وبيبعتهم على المكان ده. بيلاقوا زعيم الوحوش رجع وبيقول لهم مالكم متفاجئين كده ليه؟ كنتوا فاكرين انكم مش هتشوفوني تاني؟ لا انا جيت، انتوا موتوا اخويا. ولكن كده هو كان غبي ويستاهل اللي حصل له، زي ما انا استاهل برضك ابقى القائد مش هو. تروي بيقول لاصحابه لحظه واحده، هو اوريون فين؟ على العموم هنبقى نشوف موضوعه بعدين. بيبداوا يتحولوا وبيكونوا مستعدين للقتال. بيدخلوا العركه يا خال، ولكن الواد برضك بيكون عامل زلزال. بيقول لهم انا معايا قوه فتاكه، لا وكمان بقدر اغير شكلي، يعني مش هتعرفوا تعملوا معايا اي حاجه يا حراس. الحراس بيستخدموا مفاتيح التحول ولكنها مش بتشتغل. بينصدموا واخينا ده بيقول لهم انا عطلت كل مفاتيحكم ووروني بقى هتعملوا ايه من غيرها. صحيح صاحبكم السادس معايا وبستمد قوتي منه. الحراس بيتعصبوا وبيدخلوا عليه بغباء، ولكن الواد كفاءه ما حد السادد معاه. تروي بيدخل عليه بطوله وبيديله واحده خلف خلافه ولكنه بيصدها. بينطروا بعيد وبيديله واحده هو واصحابه ما بيخليش فيهم حد سعيد. تروي بيطير عليه من تاني ولكنه بيشيله من رقبته وبينطروا بعيد تاني. بيتسلى عليهم ابو الصحاب، وقبل ما يسيبهم ويمشي بيفجر لهم مفاجأة من العيار التقيل. بيطلع لهم مفاتيح التحول بتاعت روبو نايت وبيقول لهم صاحبكم الروبوت كمان معايا، سلام يا حراس. الحراس بيكونوا في منتهى الصدمه، اما روبو نايت فبيكون بيتعذب تحت ايد الاشرار. ودلوقتي ابن الكلب ده بيستنزف قوته وكمان قوه اوريون، وبيكون عاوز يبرمج روبو نايت ويخليه شرير عشان يحارب الحراس. وبالفعل هو ده اللي بيحصل. في الوقت ده الحراس بيرجعوا المختبر وبينصدموا لما بيشوفوا شكل المفاتيح. بيقولوا طب الواد اوريون هنعرف مكانه ازاي؟ جوسي بيقول لهم للاسف مش قادر احدد مكانه. تروي بيقول لهم واضح ان اللي حصل ده ما جاش فجاه كده، اللي حصل ده كان متخطط له من فتره. في الوقت ده بيجي لهم انذار فبيتحركوا بسرعه. بيلاقوا الواد ده قدامهم فبيبداوا يهاجموه، ولكن الاثنين دول بيحضروا وبيشيلوا عنه. الواد بيستخدمهم كاسلحه في ايديه والحراس بيحاولوا يهاجموه ولكن هجماتهم ما بتقدرش عليه. الحراس بيقولوا له وديت صحابنا فين؟ فبيقول لهم صحابكم مش هتشوفوهم تاني، لا نسيت اقول لكم انكم هتشوفوا واحد منهم، قد حضر الوحش روبو نايت. الحراس بينصدموا وبيقولوا له وحشتنا يا اسطى، فبيقول لهم ارجعوا لخلص عليكم. اخينا ده بيقول لهم انا استخدمت قوه اوريون عشان اظبط روبو نايت وارجعه يشتغل تاني. روبو نايت بيقول لهم مهمتي هي تدمير الارض وهبدا بيكم انتوا. تروي بيعرف ان الكلب ده سيطر على دماغه ولكن بيحاول يرجعه لوعيه. الكلام ما بيحوقش فيه والواد بيدخل عليهم وبيتيح فيهم يمين في شمال. بيكون هيقتل تروي ولكن صاحبنا ده بيقول له استنى يا اسطى مش وقته، هنبقى نرجع لهم بعدين. وفعلا بيمشوا والحراس بيكونوا في منتهى الصدمه لانهم خسروا 2 من صحابهم. وبعد شويه بروك بيرجع تاني على الارض ولكن الحراس بتكون في التصدي. روبو كمان بيحضر وبيبدا الهجوم عليهم. الواد بيسويهم والحراس بدل ما يهاجموا بيروحوا يهاجموا بروك، ولكن روبو نايت بيكون حاميه وبيكسر عظم اصحابه عشانه. وبروك بيبعت الوحش ده يخبط فيهم برضه. تروي بيروح على بروك تاني ولكنه بيديله واحده بتنزله اهاني وبيقول له انا عاوز اخد قوتك انت كمان. بيقول له مش هتلحق يا فنان. في الوقت ده الحراس بيكون متكسر عظمهم يا جدعان، ومن ناحيه تانيه نوح داخل على الواد ده والدنيا خربانه. صحابه كمان بيركزوه وبيدخلوا على الواد ده بواحده يمين في شمال، بيدوا له القضيه وبيريحوها خال. اما نوح فبأمانة الواد لسه شغال، بيدي بروك اللي فيه النصيب ولما بيلاقيه بيتضايق بيشغل له العندليب. اركن يلا هو احنا هنخيب. الواد بيكبر الوحش ده وبياخد هو روبو نايت وبيخلع. اما الحراس فبتدخل بالزردات تبدع. اخينا ده بيدخل فيهم بيبوظ انظمتهم ولكن لسه العيال شد حيلهم، بيظبطوا تشكيله طرش واركن يلا ما تكترش. بيرجعوا عليه من تاني بيسووه وتعالى يا حب خد الدندوق. بيخلصوا عليه ومش بيلحقوا يفرحوا لانهم بيلاقوا الخازوق ده نازل في البحر. بروك بيكلمهم وبيقول لهم خطتي عماله تتنفذ اكتر وللامانه ماشيه حلاوه، استعدوا بقى لان اللي جاي ما جاش زيه، واللي انتم ما تعرفوش ان البتاع اللي قدامكم ده موجود منه 3، مش بس هيضعف قوتكم لا ده كمان هيدمر كوكبكم. انتظروا اللي جاي لانه هيكون خراب. وبعد اللي حصل ده الحراس مش بيكونوا عارفين يعملوا ايه لان الحاجات دي ما بتتدمرش. وفجاه الاثنين دول بيجوا لهم وبيكون روبو نايت مستعد يدمر صحابه. الحراس بيفكروا في خطه وبيبعتوا ايما على الجهاز ده. بالفعل ايما بتروح والحراس بيستعدوا عشان يواجهوا صديق امبارح والان هو عدو اليوم. وفجاه الواد ده بيهاجمهم. تروي بيقول لاصحابه مش هنستسلم ولازم نفوق صاحبنا روبو. بروك بيقول لهم عاوزين صاحبكم يرجع لكم قوي كده ليه؟ ده في الاول وفي الاخر روبو. بيقولوا له ده بالنسبه لك انت انما بالنسبه لنا احنا فهو صديق وكمان اخ. في الوقت ده ايما بتحضر بالسفينه وبتبدا تدمر
الجهاز، ولكن الجهاز ولا حاجه مأثره فيه. بروك بيعرف اللي بتعمله فبيقول له روبو دمر العيال دي. بالفعل روبو بيدخل عليهم واللي بيقف قصاده بيمرجحه. تروي بيقول له فوق يا اسطى، فوق، احنا اصحابك، نسيت انك جيت على كوكب الارض عشان تحميه. فبيقول له قصدك عشان ادمره. بيكمل ضرب فيه هو وزمايله وبيرميهم في الحته دي وبينزل لهم. طب ليه بتعصبهم يا عمهم؟ تروي بيدخل عليه بكل غباء وبيقول له انت اللي طلبتها يا بهاء، انا مش بحاربك لاني بكرهك، انا بحاربك لاني عاوزك تفوق. تعالى يا زو. الوحش ده كمان بيواجه باقي الحراس ولكنهم جاهزين لاي هجوم يا عباس. الاتنين دول بيكونوا نازلين مرجحه في بعض وبامانه عاملين شغل برق ورعد. اما الباقي فبيكونوا عاملين ميكس سهل وصعب. ولكن صاحبنا ده بيكبر وبيبدا يدمر في المدينه. بالراحه على نفسك اخينا. الحراس بيستدعوا الزردات وبيدخلوا عليه وبكل ما اتاهم من قوه بيدوه. انما تروي فبيشرب روبو الدندو. الواد بيحدف على العربيه دي بينطر بعيد وبيرجع عليه من تاني سعيد. بيجيبوا تحت رجليه وهي خبطه بينطروا في العمود ده بيخليه مش نافع تاني. اما اصحابه فبيعملوا تشكيله طرش هاني، هي خبطه في الثانيه وبالسلامه انت التاني. انما تروي فبرغم انه اتعزق ضرب ولكنه مش بيستسلم. بيقول له روبو اسمعني بقى، انت تحت سيطره الكلب اللي اسمه بروك واحنا اصحابك وبنحاول نساعدك. في الوقت ده باقي الحراس بتوصل وساعتها روبو بيتعصب وبيدخل على تروي تاني بيديله واحده بينيمه. ولكن تروي مش بيستسلم وبرضك بيحاول يفوقه. معقوله لسه في صحاب كده يا جدعان؟ المهم ان الواد بيغضب وغضبه ده بيطلع طاقه ملهاش مثيل. بيديله واحده ويرجع انت يا كبير. الضربه بتبوظ كل انظمه الشر اللي اتحطت جواه واخيرا روبو بيفوق. بيقول لتروي ازيك يا اسطى عامل ايه؟ تسلم يا قلب اخوك انك رجعتني لطبيعتي تاني. يا نهار ازرق انا مش قادر اقوم، عمودي الفقري باظ يا جدعان. بيقول له ما تقلقش احنا هنصلحه لك. وفجاه بيسمعوا صوت بره فبيقول له خليك هنا واحنا جايين. بيخرجوا على بره وبيلاقي الخازوق ده رخر نازل على الارض. لا ده كده كتير. وفي الوقت ده روبو بيقرر يسيب الحراس ويمشي. ما هم اللي غلطانين الصراحه، يعني بعد 16 حلقه من المسلسل لقيتوه سايبينه كلكم لوحده كده وبتخرجوا عادي. المهم انهم بيرجعوا المختبر وبيكونوا متعصبين وفجاه بيلاقوا المفتاح بتاع روبو بينور. بيقولوا هو الواد ده بيعمل ايه؟ في نفس الوقت اخينا ده بيكون لسه مسيطر على اوريون ولكن بيحضر له الوحش المهين اهو فاق لك اسد العرين وبيقول له مش هسمح لك انك تاذي صاحبي. بيحاول يهاجمه ولكن الواد خدعه بتكون كتير. بضربه واحده بينيمه يا زميل. بيبدا يدمر في المكان وروبو مش بيكون فارق معاه غير انه ينقذ اوريون. بياخده وبيخرج بره ولكن المكان بينفجر والحراس لسه مش فاهمين ايه اللي بيحصل. وفجاه المفتاح بتاع روبو بيطفي وساعتها الحراس بينصدموا وبيعرفوا انه خلاص مات. تروي بيقول لهم بروك غلط غلطه عمره باللي عمله في صاحبنا ولازم يندم على اللي عمله. في الوقت ده بيجي لهم انذار فبيقرروا يروحوا ينتقموا لصاحب عمرهم. اما اخينا ده فبيستعمل قدرات الحراس اللي جمعها عشان يشغل الحاجات اللي حاططها في الارض دي ويبدا يدمر الكوكب. ولكن بيحضروا الاسود اسماعيل بيكونوا مشحونين وبيبداوا يتحولوا عشان يعرفوا معنى كلمه جحيم. بيدوا خبطه شمال في الثانيه يمين ولكن بسبب قدراته بيكون عامل زي التنين. برغم كده الحراس مش بتتهز. وتعالى نشوف مين اجمد من مين. بيدخلوا عليه زي التنانين والتخبيط يا زميلي شغال شمال ويمين. وفجاه الحاجات اللي الكلب ده عملها بتبدا تشتغل والوضع على الحراس بيسوق الهبل. قوته بتكون اكبر منهم بكتير ولكن الحراس لسه شغالين. بيفوق بعد الانفجار وبيلاقوا صاحبنا ده لسه عايش. تروي بيروح عليه وبيقول له اقسم لك لندمك على اللي عملته في اصحابنا يا كلب، القتال لسه ما خلص واحنا مش هنستسلم. بيقول لهم انتوا مش قد اصلا. بيهجم عليهم ولكن المعلمين بيجيلهم فكره لصد الهجوم. تروي بيجمع كل قوته وقوه صحابه وبيدخل عليه بيقسموا اتنين وبينسيه الهموم. الحمد لله على السلامه ابو صلاح، كان في الحلاوه دي من بدري. يلا كل اللي حصل في المدينه بيختفي والحراس رغم انهم مبسوطين ولكن بيكونوا زعلانين على اصحابهم. بيروحوا عند البحر وفجاه بيشوفوا حاجه هناك بيجروا عليها. هي ايه الحاجه دي؟ هي اوريون ابو الصحاب. الحراس بيفرحوا جدا وبالنسبه لروبو فخلاص بقى يستعوضوا ربنا فيه. وبعد ما اوريون بيفوق بيحكي لهم ان روبو هو اللي انقذه وبيقول لهم روبو ضحى بكل قوته ونقلها جواه عشان اقدر اعيش. الله يرحمك يا صاحبي. جيسي بيقول لهم زمانه فخور بيكم دلوقتي عشان انقذتوا كوكب الارض. الحراس بيفرحوا جدا بالانجاز اللي عملوه ولكن يا خوفي من اللي جاي. وتاني يوم بنشوف الواد ده ايوه هو اللي كان بيستحلف للحراس. بيكون واقف في السفينه وفجاه في حاجات كتير بتحصل ومره واحده بيظهر المعلم الكبير الشرير المثير ابو الاتنين اللي ماتوا يا زميل. بيعاقب الواد ده عشان ما قدرش يحمي ولاده وبيقول انا اللي هنتقم من الحراس بنفسي. يابا كتير قالوها قبلك وفي الاخر اتحطوا في تعداد الاموال. المهم خلينا مكملين اعمال. الحراس بيكونوا داخلين عركه كبيره ولكن العيال في الاكشن خطيره. بيحطوا عليهم جمله وقطع يا ابو الصحاب وفي الاخر بيخلصوا عليهم. وبعد ما بيخلصوا جي بتقول لجيك انت كنت بتدل عليه وانت بتحاربهم. فبيقول لها يا بت كنت بستمتع شويه، انتوا مش واخدين بالكم ان احنا خلاص خلصنا على الوحوش؟ اكيد اللي احنا لسه محاربينهم دول كانوا اخر مجموعه. الزعيم مات يا حبيبتي. دوح بيقول لها الاول مره هقولها بس الواد ده معاها. تروي بيقول لهم لا يا جدعان انا مش مطمن، حاسس ان لسه الموضوع ما خلصش. يعجبني احساسك قال. المهم ان الحراس بيروحوا يلعبوا والاتنين دول بيتمشوا سوا. اما زعيم الوحوش فبيقرر يدي الواد ده فرصه ثانيه على شرط انه يجيب خبر الحراس. الواد بيخرج مشحون واللي هيجي له على السكه هيديله العربون. الحراس بيكونوا مبسوطين بوقتهم ولكن بيحضروا
اللي هيعكننوا عليهم يا عمهم. بينصدموا من عدد الوحوش الكبيره، وفجاه المعلم الكبير بينزل لهم. نوح بيقول لجيك تفتكر ان ده قائد الوحوش الجديد؟ فبيقول له يمكن، انت مش شايف هو ضخم ازاي؟ الحراس بيدخلوا عليه ولكنه بيديهم ضربه مش بتيجي فيهم بس بتدمر المبنى اللي وراهم. وساعتها الحراس بيعرفوا انهم واقفين قدام دبابه. الواد بيديهم واحده وريحها غلابه. لا ما خلصتش لسه يا بابا. الواد بيقول لهم انتوا فاكرين نفسكم هتقتلوني؟ على فكره لسه في المعلم الكبير ابو الاتنين اللي انتوا قتلتوهم. تروي بيقول له مش مهم يا اخينا، هاتوا اخركم. كلهم بيتحولوا ابو الصحاب وبيدخلوا يقلبوها خراب، ولكن اللي فات كله كان بدايه خطاب. الواد بيستلمهم تخبيط وعليهم بيكون حويط. الحراس بتتراجع ولكنه بيروح وراهم وبيدوقهم المواجع. بيكون عليهم شديد وضربات الحراس عليه مش بتفيد. بيضرب الاتنين دول بيوقعهم قطعين ميه ونور، ولكن جيك بيقوم يدافع عن تروي بس الوحش بينطره بعيد. بيروح يخلص على تروي وتروي بيحاول يستخدم قوته ولكنه بينطر الجهاز بعيد. بينطره جنبه وبيروح ياخده وبيمشي. اخيرا اتخطفت يا جدع. اما باقي الحراس فبيكونوا قاطعين ميه ونور هم كمان. انما تروي الفنان فبيتعامل معامله الكلاب. الواد ده بيقول له يا عم انت عامل بطل على كوكبك، طب اديك في منطقتنا. بيقول له اصحابي مش هيسيبوني. بيقول له لا ما احنا هنفاجئك باللي هنعمله فيه. بيخلي الرجاله تطلع بس مباشر للناس وبيقولوا لهم الحارس الاحمر معانا، ده اللي كان بيحميكم مش كده؟ قدامكم ساعه واحده بس عشان تسلموا كوكبكم للزعيم ارمادا، واما هنخلص على الحارس الاحمر قدام الكل. الحراس بينصدموا ولكن مش بيكونوا قادرين يقوموا من مكانهم. جيك بيقول لهم انا لازم اروح انقذ تروي وحتى لو هموت مش مهم. اما تروي فبيقول للواد ده ما تستعجلش على رزق، صحابي جايين حتى لو مش هيلحقوا ينقذوني بس اوعدك انهم هيقتلوه. بيقول له تصدق يا عشمك عجبني بس انا مش فاضي للحرق ده، اقتلوه يا رجاله. لا تقتلوا مين؟ اهو حضر التنين. بيدخل فاتح جناحاته المعارك واللي هيجيله على السكه هيدوقوا المهالك. بينزل فيهم تخبيط حصري تقولش محمد صلاح وهو بيلعب في المنتخب المصري. بيوجب معاهم بالجامد وبيبدل بمفاتيح الطاقه وبيدكوهم. وش هتجيبك يا عمهم. ولكن الواد ده بيقف قدامه بيديله خبطه واحده ما بيقومش منها تاني. في الوقت ده تنسو بيوصل وبيحرر تروي. الواد ده بيكون هيقتل جيك ولكن بيحضر عليه المجنون. ارجع يا زبون. جيك بيقول له تروح الحمد لله على سلامتك ابو صلاح، خد يا معلم. بيقول له تسلم قلب اخوه. الوحوش بتستعد عشان تخلص عليهم ولكن بيحضروا باقي المجانين. حضروا اللي هيعملوا ميكس كله جحيم. بيدخلوا عليهم داخل التنانين والتخبيط بيشتغل بالجامد. يا حسين تعالى بابا رايح فين؟ الواد بيكون غاشم عليهم حبتين ثلاثه ولكن الحراس مش بتتهتى يا ساده. بيعملوا ميكس عظمه كالعاده ومش بيدوا له ناقص لا بيدوا له زياده. يبلع على السكاته بيموت زي اي هلفول. بيكبر تاني لكن الحراس عندها من الاكشن كتير يا هاني. بيدخلوا عليه تجميع زردات محترمه والعيال بتسنطروا. الواد بيفكر يحلو عليهم ولكنهم بيغيروا التشكيله وبيشلفطوا منظره. انت لسه شفت حاجه؟ الواد ما بيلحقش يفوق من الضربه وبيدوا له اللي بعدها يا ساده. بيدوا له واحده في الثانيه طرش ويركن يلا ما تكترش. بيركن والحراس بيكونوا في منتهى السعاده. بيرجعوا المختبر وهم مبسوطين وتروي بيقول لهم مش عارف اقول لكم يا شباب لان اي كلمه هقولها دلوقتي مش هتديكم حقكم. انتوا بجد اخواتي مش بس اصحابي، وانت بالاخص يا جي تسلم على كل اللي عملته عشاني. وبالمناسبه دي انا حجزت لكم تذاكر لحفله موسيقيه جامده جدا، يلا بينا يا رجاله. الحراس بيفرحوا اكتر وبيروحوا الحفله اللي بيغني فيها مين؟ ايوه هو انطوني ياسمين. جنبه مين؟ هي مية المسكره يا كبير. الظاهر ان المخرج بينكشني وبيفكرني اني لسه ما عملتش الجزء الثاني من الساموراي. خلاص يا عمنا هعمله بس نخلص الشغل اللي ورانا. ولا انت مش معاه اداره؟ وتاني يوم اوريون بيسلم لبس الشغل لعم حماصه وبيقول له انبسطت قوي طول فتره شغلي معاه لكن خلاص بقى جه وقت الوداع. بيقول له مقدر يا حبيبي وايا كان الحاجه اللي انت سبت الشغل عشان تعملها فربنا يوفقك فيها. وبالنسبه للطقم بتاعك فانا هعلقه على الحيطه زيك زي لاعب الكوره اللي بيعتزل. هتوحشني قوي يالا. معلش نفت في الطقم بتاعك. في الوقت ده ايما بتيجي لاوريون وبتقول له يلا يا عم في اللي عاوز يودعك قبل ما تمشي. بيتمشوا سوا وهو بيقول لها انا اتعلمت كتير قوي منكم وبجد زعلان اني هسيبكم وهمشي. مالك يا بت انت زعلانه ولا ايه؟ هو انت المخرج مطلعك تعيطي على اللي بيمشوا او بيموتوا وبس؟ بتقول له انت هتوحشني قوي. سلام يا غالي. وبعد شويه بيوصلوا عند السفينه والحراس بيكونوا مستنيين اوريون عشان يودعوه وكمان بيكونوا جايبين له هدايا وبص ودعم اللي قلبك يحبه. عندي واحد صاحبي اسمه صلاح كنا لما نيجي نمشي سوا وهو خلاص هيركب الاتوبيس عشان يروح اقول له ما تقطعش الجوابات ابو صلاح. الاقيه بيقول لي يا اخي ده انا هولع في امها. واوريون وهو مروح يعملوا معاه كل ده. يا بختك يا عم. المهم يعني انه بيودعهم كلهم وبيدي البتاع ده لتروي كتذكره عشان يتعلم منه حاجات كتير. يلا يا عم بقى انت هتقرفنا. وبالفعل يا زميلي بيركب السفينه وبيمشي. الحراس كمان بيمشوا والواد بيعلق الصوره بتاعتهم في السفينه وبيقول لهم مش هنساكم ابدا. ولكن في الوقت ده جوسي بيعرف ان ارمادا ناوي يدمر الكوكب وبيجهز لهجوم كبير. جوسي بيكلم الحراس وبيقول لهم تعالوا لي فورا. وبالفعل الحراس بيروحوا على المختبر وجوسي بيسمعهم الرساله بتاعت الاشرار. الحراس بينصدموا وبيعرفوا ان اللي جاي عليهم مش خير خالص. لا والمشكله
ان عددهم بقى 5 مش 6. توري بيقول لهم مش مهم يا شباب، شايفين كل قوه الحراس اللي حوالينا دي؟ الحراس سابوا لنا قوتهم لانهم واثقين فينا وعارفين ان احنا قد اي صعوبات هنواجهها. احنا مش 5، احنا اكتر من 100 حارس بنقاتل عشان نحمي الكوكب. بيقولوا طب يلا يا معلم، وبالفعل بيجهزوا السفينه، ولكن بيلاقوا صاحبتنا دي في سكتهم. البت بتدخل عليهم بغشام، ولكن الحراس مش معتمده العشم. البت بتكون قادره تصد ضرباتهم، والظاهر كده انها تحبطهم، ولكنهم بيدوها ضربه بيخترقوا بيها خط الدفاع. بيثبتوا لها ان الاكشن ده ابداع، مش شويه ترمز بيتباع، ومش كل من هب ودب هيجي قصاد الحراس ويقول هاخدها بالدراع. الله علي، ده انا بقول كلام يتقل بالمثل وهيتباع. المهم انهم بينزلوا يكملوا حرب على الارض، بس الهجوم عليهم بيشتد، لكن دول الحراس اللي ما بيعتمدوش حد بيغيروا مفتاحهم وبيدخلوا داخله نار. البت دي بتدخل على تروي وبتاخده على قد سنه، ولكنه بيديها واحده في الطرش منه. اما اصحابه فبيكونوا عاملين انفجارات، ودي مش حاجه جديده عليهم يا حضرات. بيفجروا اول 4 وبيسيبوا البت دي بطولها، بيجهزوا المدفع وبيدوا البت واحده يمكن تستنفع. الضربه بتدخل فيها بتخترق كل انظمتها، والبت بتموت في ساعتها. والغريب ان الوحوش مش بيزعلوا عليها لانهم كانوا باعتينها بس تشغل الحراس من غبائهم بيفرحوا بدري، ولكن بتوصل الحفله اللي جاتهم على غفله بينصدموا. واللي بيصدمهم اكتر ان في يجي مليون طياره جايه عليهم، اصلا مش بيكونوا شايفين السما من كتر الطيارات اللي فيها. الناس كلها بتنصدم من اللي شايفينه، والكل بيعرف ان خلاص قد حانت النهايه، ولا بقى حراس طاقه ولا غيرهم يقدروا يسدوا مع اللي بيحصل ده. برغم كده الحراس بيقفوا وقفه اسود ومش بيتهزوا من كل اللي حاصل ده. كده الكذب الليفل الوحش واصل. خلينا مكملين بقى من غير فواصل. الهجوم بيشتغل، ومش على الحراس وبس، ده بيشتغل على المدينه كلها. الناس بتكون مرعوبه، ما يعرفوش ان في ظهرهم اسود اعصابها مشدوده. بيدخلوا على الوحوش بالمدافع، وهي خبطه في الثانيه بيخلوا ادخانهم مش نافع، ولكن العدد بيكون كبير يا زميل. بينزلوا فيهم تخبيط من كل الاتجاهات، والظاهر انها مش خالصه بالحب يا عمال. برغم كده الحراس مش بيستسلموا، وعليهم بالزردات بيقبلوا، بيخبطوا فيهم من كل النواحي، ولكن للاسف لو فجروا 100 بيظهر لهم مليون. قلت لكم شكلها مش خالص. بس برغم كده بيستعملوا وضع التنانين وبيدخلوا يقلبوها جحيم، بيخبطوا فيهم شمال ويمين. ورغم عدد الوحوش الكبير بس مش بيكونوا عارفين الضرب جاي لهم منين. الناس بتفرح والامل بيبدا يرجع لهم من تاني. في نفس اللحظه اوريون بيكون طاير وكله تمام، ولكن فجاه بيوصل له اخبار كوكب الارض واللي حاصل فيه دلوقتي. بينصدم، وفي نفس اللحظه ارماده بيبعت من الوحوش كتير يا ساده. الوحوش بتهاجم الحراس بكل غشم، وبيبداوا يدمروا كل الزردات اللي معاهم. الحراس بتقع، والوحوش بتبعت عليهم صاروخ في التاني، بيدمروا الزرد اللي كانوا راكبينه وبينطروا كل واحد فيهم في حته. دي باينها تبقى غم الغم يا اسطى. كل واحد في الحراس مش بيكون قادر يقوم، وارماده بيظهر للناس وبيقول لهم ايه خايفين؟ ده لسه اللي جاي اكتر مساكين، احنا بس كنا في مرحله التسخين، اما اللي جاي هيكون عليكم جحيم. اما بقى الحراس اللي حاميينكم فبوعدكم اني هبعتهم لرب كريم، ومن بعد الفجر الارض دي هتكون عباره عن جمره نار. وبعد اللي حصل الناس كلها بتحاول تستخبى، وبيكونوا مرعوبين من اللي الوحوش هتعمله. ده غير ان الانفجارات اللي حصلت حطت ناس كتير في الخطر، ولكن حراس الطاقه بيبداوا يحضروا واحد ورا التاني. مش حراس الميجا فورس ابو الصحاب، لا دول حراس من كل الابعاد، بيبداوا يساعدوا في الناس. وفي مجموعه بتكون محبوسه في الاسانسير وخلاص الاكسجين بيخلص، ولكن بيوصلوا 2 مجانين في الاكشن مش معتمدين، بيبداوا يخرجوهم. وبكده المجموعه اللي في الاسانسير تم انقاذها. اما الطفل ده فبيكون في العربيه، والعربيه بتكون خلاص هتقع. ابو الصحاب تفتكر ان ده هيحصل ازاي وموجود معانا وحش أسطورة من أساطير الأبطال الخارقين؟ أيوه هو المعلم توم يا زميل، والذي سنشهد ظهور ابنته عم قريب. مش عارف إيه لازمتها اللغة العربية الفصحى، بس يلا تمام. المهم إن أخيرا حراس الميجا فورس بيبدأوا يفوقوا، وكل واحد فيهم بيكون متدغدغ. حقهم اللي حصل لهم كان كتير يا أبو الصحاب. وعلى بالليل أغلبية الناس اللي في المدينة بيتجمعوا في المكان ده، وبرضك بيكونوا مرعوبين. البنت دي بتقول لأمها تفتكر الحراس هيقدروا على الوحوش؟ فبتقول لها طبعا يا حبيبتي، لأنهم بيحاربوا عشان ينقذونا، واللي بيحارب عشان خير ربنا بينصره دايما. والحراس بيفرحوا جدا بالكلام ده. اما الخمسه دول فاخيرا بيتجمعوا مع بعض، وبيكونوا قاعدين وعارفين ان الدمار ممكن يحصل في اي لحظه. توري بيقول لاصحابه عارف ان الوحوش كتير، ولكن الناس اللي واثقين فينا اكتر بكتير، واحنا حتى لو هنموت مش هنستسلم، والاخر نفس فينا هنفضل صامدين. بيقولوا له هو ده اللي هيحصل يا اسطى. وفجاه بيلاقوا سفينه فضائيه نزلت على كوكب الارض، بيتخضوا وبيروحوا عليها، وبيلاقوها واحده من سفن ارمادا، ولكن اللي فيها بيكون اوريون المتالق يا ساده. الحراس بيفرحوا جدا لما بيشوفوه، وبيقولوا له ايه اللي رجعك يا؟ فبيقول لهم انا سافرت لما افتكرت ان كل حاجه بقت تمام هنا، ولكن طول ما اصحابي وكوكب الارض كله في خطر عمري ما سيبكم ابدا. بيقولوا له اجدع جدع يا عم. وعلى الصبح الناس كلهم بيكونوا نايمين، ولكن فجاه الطفله دي بتفوق وبتصحي امها لان الوحوش داخلين عليهم. بالفعل الوحوش بتوصل ابو الصحاب، والناس كلها بتترعب. كل واحد بيكون ماسك حاجه يدافع بيها عن نفسه، والوحوش بتقرر تضربهم بالمدافع، وقبل ما طلقه واحده تطلع منهم بيحضروا اللي دايما مسنطرينهم. ايوه هم مفيش غيرهم. بيقولوا للناس استخبوا انتوا. الناس بتستخبى، والحراس بتلغي بند اسمه المحبه. الوحوش عليهم بتكون كتير، ولكن دول بردك الاساطير، بيحطوا عليهم
جمله وقطاع يا زميل، وجيك بيدخل عليهم واللي فاتح صدره وبيجي على حجره وبيشيل كتير. الحراس في الاكشن بيكونوا لسه مكملين ولكن بيتغدر بيهم ويكفيك شر الغدر يا اسماعيل. بيقوموا يكملوا والناس بتشجعهم وبتهتف باسمهم. الاتنين دول بياخدوا سفينه وبيروحوا بيها على الاعداء، اما الاربعه دول فبيقفوا قصاد الوحوش بكل غباء. صحابهم بيخبطوا في الوحوش جوي ولكن دراع الحمايه بتاع السفينه بيتدمر، فبيقرروا يدخلوا في سفينه الاعداء وزي ما تيجي بيخترقوا قلب الدفاع وبيدخلوا يعملوا شويه شغل ابداع. اركن اخينا مش كلها بالدراع. بيدخلوا عند الزعيم اللي شايف نفسه وبيقولوا له تعالى زعامه. اوريون بيهاجموا ولكن هجومه ما بيفيدش. تروي بيدخل عليه بس الواد بيقطعه وبيحطه في سندوتش. اوريون بيتحول لقوته السوبر وبيدخل عليه بس ولا ضربه من ضرباته بتاثر فيه، ولكن تروي ما بيدخلش عليه بل بيدخل على سيستم السفينه. بيلعب في الانظمه وبيبدا يدمر كل سفن الاعداء. اخينا بيلعبها صح ابن اللعيبه وبيدمر كتير جدا من سفن الوحوش. اما الاسود دول فزي ما انت عارف اصلا ما بيعتمدوش، بينزلوا في الوحش تخبيط بكل غباء وبيدوا له واحده بكل عزمهم بتبعته يسلم على اصحابه اللي هناك. في الوقت ده اوريون بيكون خلاص جاب اخره ولكن في ظهره صاحبه. الاتنين بيدخلوا على الوحش اللي بامانه بيعمل معاهم شويه شغل جامدين طرش، ولكن الاتنين بيقوموا عليه ويركن يلا ما تكترش. بيبداوا يخبطوا فيه وبيزنقوه في محركات السفينه وبيدمروها معاه. بيجهزوا اسلحتهم وبيدوا واحده في الثانيه في الثالثه وبالسلامه يا بهاء. ولكن في الوقت ده السفينه بتنفجر ابو الصحاب. الحراس بيزعلوا جدا على اصحابهم اللي ماتوا وانا كمان زعلان واكيد انت يا زميلي زعلان، ولكن المخرج بيطلع فهمان. ايوه ابو الصحاب لسه ما ماتوش. الحراس بيكونوا مبسوطين جدا لانهم خلاص خلصوا من الشر، ولكن يؤسفني اقول لك ابو الصحاب انها لسه ما خلصتش. ويؤسفني ليه؟ ده الاكشن اللي هيحصل دلوقتي الكل مستني يتفرج عليه. الحراس بيستعدوا ولكن مش لوحدهم هيدخلوا العركه دي، بيكون في ظهرهم مين؟ وحوش تنانين اسود عريض. حراس جايين من كل حته. اسماعيل اهو ده بقى الكلام اللي يخلي الحلقه تحلو. الحراس بيكونوا في منتهى السعاده وهم شايفين كل اصحابهم جايين قصادهم وماشيين ماشيه كلها ثقه يا ساده. معانا المعلم ويس كونلز والاقرع اللي ما عرفوش ده والمنجايه دي وكل دول كوم، والمعلم الكبير كوم تاني خالص. بيروحوا الحراس الميجا فورس وبيقول لهم انتوا مش لوحدكم، اخواتكم في ظهركم كتير، والمره دي لازم نعلم الوحوش درس ما ينسوهوش خالص عشان يعرفوا بعد كده هم بيلعبوا مع مين. حراس الميجا فورس بيتحولوا اسماعيل وكله بيكون جاهز للمعركه الاخيره. بيدخلوا عليهم داخله ولعه اخينا. كل واحد بيستلم له بال20 واللي بيمسك واحد ما بيسيبوش غير وهو بعته الرب كريم. مجموعه الحراس الصفر بيكونوا عاملين ازعرين واللي بيجي على سكتهم بيشيل كتير. اما المجموعه الزرقاء فدول الاساطير يا كبير، نسيبنا منهم لان المجموعه الورديه عاملين اكشنات كتير، اللي بيجي على سكتهم لازم يشيل. اما الطقم الاحمر فاحلى تحيه ليك يا كبير. روبو كمان بيظهر، ايوه لسه عايش. وبكده بقى العركه تحلو. بينزلوا فيهم تخبيط لا بيحلوا عاقل ولا عبيط. تعالى يا عم الحويط، نسينا نتكلم على الحارس الاسود المتين. المهم يعني ان كله نازل تخبيط ومن الاخر بيسنطروا الهلافيل. بيتبقى اخر مجموعه بياخدوا واحده من المدفع الكبير بيريحها يا زميل. خلاص يا قلب اخوك خلاص عملوها الحراس، انتصروا وفرحوني وفرحوك وفرحوا الناس. ثم بيجي لهم وبيقول لهم الارض بقت في امان دلوقتي، وحابب اقول لكم ان كان شرف لينا كلنا ان نقاتل معاكم، انتوا بجد ابطال واستحملتوا اللي محدش يستحمله. هنسيبكم احنا بقى عشان لازم نمشي، وخليكم فاكرين دايما ان هنفضل ايد واحده وجنبكم في اي وقت تحتاجونا فيه. بيروح يقف جنب باقي الاسود وكلهم بيطيروا يا ابو الصحاب. ومش مهم بقى لما جم يطيروا عملوا ايه في حراس الميجا فورس، المهم دلوقتي ان الحراس خلصوا من اعدائهم وانقذوا مدينتهم ومحدش تاني هيقف في سكتهم. وعشان بس افرحك يا زميل فالاتنين دول خلاص قرروا يرتبطوا رسمي، ولو عملوا خطوبه هبقى اعزمك عليها بس تيجي ها. وهنا بينتهي المسلسل ابو الصحاب. استنى بس انت رايح فين؟ سمعت الملخص وطلع تجري كده؟ عندي كلمتين مهمين عاوز اقولهم. بالنسبه لقناه كينج الافلام اللي هي دي يعني، فانا زي ما قلت لكم في المنتدى بعد كده مش هنشتغل غير على مسلسل واحد وكده احسن، بس انتوا قولوا رايكم برضه. والدراج المقنع كنت قايل ان هنشتغل فيه بعدين عشان يعني ما يعطلناش عن باور رينجرز وكده، بس لو جت فرصه ونزلنا منه فيديو كده وسط الفيديوهات مفيش مانع، ده لو حبيته يعني. وبالنسبه لمسلسل الساموراي اي كي فاول ما ينزل الجزء الثاني لو حابين نلخصه برضك اكتبوا لي في الكومنتات، واللي ما اتفرجش عليها هسيب له الرابط في صندوق الوصف. صدقوني حاجه جمدان. وانتوا عارفين محمد الكينج لما بيختار مسلسل على ذوقه بيبقى عامل ازاي، ما انتوا سمعتوا ملك الذئاب وعارفين. اما القناه الثالثه يا اسماعيل فزي ما قلت لكم شغال على فيلم سوبرمان اللي كله ضمان، بجد الفيلم استمتعت قوي بالشغل فيه، وباذن الله حتى لو خلص هينزل يوم الخميس لاجل عيون صاحبنا ده، وربنا يعينه على الامتحانات ويعيننا جميعا. ولما الفيديو ينزل هحط الرابط بتاعه في اول كومنت وفي صندوق الوصف في الفيديو ده. وبالنسبه بقى لمسلسل الرعب فزي ما انتوا عارفين ان عليه مخالفه بسبب ان الشركه بتاعته رخمه وكده، وانا قدمت اعتراض ولسه لحد دلوقتي لا اتقبل ولا اترفض. هي حاجه ايجابيه بس الله اعلم بقى لو اتقبل وجينا نشتغل في نوعيه المسلسلات دي تاني هتتحظر ولا لا، بس عامه يعني مش مهم لان حتى لو مش هنشتغل في المسلسل ده فانا عندي غيره كتير. ومعلش بقى طولت عليك يا زميل، ومش هطلب منك الاشتراكات ولا الكلام ده كله لاني واثق انك اكيد عملتهم. والى اللقاء مع كل جديد يا عمهم. سالم.